عليكم متابعيني، شلونكم؟ إن شاء الله يا رب بخير وعافية. هذا أول خميس من السنة الجديدة، يا ربي كل أيامنا خير وبركة. اليوم الحمد لله والشكر، بعد البارحة ما مطر قوي عندنا، اليوم شوية الشمس حلوة. اليوم راح أسوي عندي كبسة أو مطبق لحم، يعني عندنا المقدار عندي من اللحم نص كيلو إلا تقريبا، وبصل ثرمته وطماطة، هنا عندي شوية شحم يعني. راح أبدي أحمسه ويا البصل والطماطة، وحطيت ورق غار وكركم وبهارات. عندي جبت مال مرق اللحم، وعندي هم بهارات جدر، هم ضفت شوية من عدها. نزلته على، خليت شوية دهن حار يعني. وهذه قناتي بالكواي، أتمنى تشتركون بيها يعني. وهذه هنا بعد ما حمس صبيت عليه الماي الدافي وخليته إلى أن يبدي يعني يفور فورتين، أنا أصيب كلش. أذب له خاشوقتين شكر، مال أكل متوسطة، مو يعني هواية يعني كبيرة، متوسطة تكون الملعقة، وأخليه يتهدر على كيفه. بهالأثناء أنا راح أنقع التمن ونقع الكشمش والبصل، هم أقطعه وأبدي أقليه. بعد ما غسلت التمن وكملت، حطيت الجدر وخليت الشعرية أحمسها. راح أسوي الشعرية يعني وياه، ما أخليها على ويا الحشو. طبعا هم جبن عندي تمن بزمكي هناني، هم نقعته. وهذه المرق اللي قلت لكم عليها، راح أخلي لي رشة خفيفة على التمن. راح أخلي من هاي البهارات شوية. بمجرد أن ينشف مايه راح أنص النار عليه. هنا عندي تمر طلعته، هم أخليه وياه، أخلي عليه راشي. والبصل هنا بديت أقلي بيه. شوفوا هذا التمن هنا شلون نشف، وراح أخلي له صبغة يعني. اللي يحب يخليه مثل ما هو عادي، واللي يحب يخلي له صبغة كيفه. أنا راح أسوي صبغة يعني مو كله، لا راح أخليها حبة وحبة يعني. هي مثل اللون البرتقالي، بس ما راح يعني أسوي لون قوي، لا خفيف يعني. أنا اللحم ما أحبي لون مال مندي قوي أو لون أصفر قوي، لا خفيف يعني. هنا أنا باعي سقيته وما راح أحركه، راح أخليه على نار هادئة كلش. شوفوا هنا بعد ما درته تقريبا ربع ساعة أو ثلث ساعة، جيت قلبته. شوفوا شلون اللون ماخذ بيه، وصارت يعني حبة وحبة يعني هالشكل. وهم راح أقلبه يعني، وهم أخليه على نار ناصية كلش. هنا بديت أسوي الزلاطة، هذا الطرشي اللي قبل فترة صورت لكم إياه. ولا تلامسونه بإيدكم بنات أو متابعيني، لأنه يقطن. لامسوه بهاي الكماشة أو بملعقة ناشفة يعني. هنا بديت أسوي الزلاطة، خيار وشلغم وطماطة. وهذه مندينة كمل. إن شاء الله يسهمكم العافية، واعذروني لأني شوية سرعت الفيديو. وأشكركم وأتمنى منكم لايك واشتراك. شوفوا هذا التمن حبة وحبة، وانتظروني.